بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إن شاء الله بزيه كفلاتشن سدستنيا درس لاي ويم سدستيا كفلاي يمن ملكتو ككبائر الذنوب سوستنيا هنا تلالك هونو وانجلوش مكاكل للانياو سحر نو سحر مالت دقمت نو سحر تلك وانجل ميادرقو لأن الساحر لا بد وأن يكفر ساحر دقامي يقد كفر يقد نو ما برا عليهون النالن قال الله تبارك وتعالى الله عز وجل في كتابه العزيز من إلال ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر نقرقن شيطانوش كفروا كدوا الإلال مكنياتهم من دنو سوتشن دقمتن سلام يستمروا وما للشياطين الملعون غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك بالله بالله سبحانه وتعالى زند يترجموا شيطان كالله رحمة يتبرروا شيطان سوتشن دقمتن يستمربت وانو يعني مكنيات وانو علامة وانو غرض يعني جبنا هدفه من دنو سويه بالله ليقرب بيهون نجي ليلا من ما نتقم يلهم تقمو كالله قام أقاجتنا تقمو بالله سبحانه وتعالى ليلا مجزاتنا ميفلقوا نقر واننا مالتنا ببارياونا بالله سبحانه وتعالى مكاكل يلهم قنيونت ما بلاشت ما دفرسنا واننا علامة ونقبو وقال الله تعالى عن هاروت وماروت هاروتنا ماروت بما اسم الكتم من إلى الله وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه إلى أن قال ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق بزيه سورة علي الله سبحانه وتعالى آية البقرة علي ردم آنو الزالي يعني يا دقامي وچن ويم يدقم تنيان كفر يابرر الله سبحانه وتعالى بتلاقي ملكو إيه كفر مهون يسرد قال الله آيون مولو انجليه سن ملكت كافر مهونون يا ملكت اللهم كناتم الله سبحانه وتعالى ولكن الشياطين كفروا شيطانوش كفروال وقال إنما نحن فتنة فلا تكفر سوتشن بمياستمروا جزي دقمتنا كفر من دنا ميراتشو إنيا لفتنا نيمتانو إنيا سول لما فتننا ونيتلاكنو سلزيه سحر بممار سحر تقبارا يمادرق إن دات تكدبلو كأدما يستنقطال كاقواقوت كامال للتبوها لا مالتنا وقوله اندزهم من الله ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق برقتم يهندقم كي تمارسوا آخرة لاي من ما ينت الدل اندلله برقتم يقالوا إلى قريه النزي صوست بوتاوش بزي عند عنك صوست يالت صوست بوتاوش كفر مهونون بقلت أميا ملكتنا مالتنا وإذا تأملت السياق بتمامه يعنقصون ملوهدة كان بب تجد أن هذه الآيات في هذا السياق دلت على كفر الساحر من وجوه 7 بزيه أنقص مستبتشا بالله يقرآن قمامة النقرالس دقمتنيا يهون سو كافر لمهونو بسبات ملكو وين بسبات تقتاتشا سيتقوم النهالا عندنا قوله تبارك وتعالى ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون من دنو يه قرآن أنكس من دن من الله عز وجل كالله زند ملك تنيا وللنسو بمتاتشو جزي مصدق لما معهم النسو زند يالون تككلኛና ሐቅ የነበረው መጽሐፍ የሚያረጋግጥና እውነተኝነትን የሚመሰክር ነብይ በተላከ ጊዜ نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب እነዛ መጽሐፍት ከሰጡት ሰዎች የተወሰኑት ግሩፖች ወይም የተወሰኑት ቡድኖች ወረወሩ ይላል ምን ነው የወረወሩት كتاب الله يا الله كتاب كجرباቸው وراء ظهورهم ከጀርባቸው ወረወሩና ሐቅን አንቀበልም ብለው አፈነገጡ እንግዲህ ልብ በሉ فهذا هو الوجه الأول في الدلالة على كفر الساحر ساحر كافر لمونو يمجمر مصرجاتشن هنا انديت كتباله وبيان أن السحر لا يكون إلا بنبذ القرآن سحر مفصمونا متقبروا قرآن نرقف أرقو بمتى وندهنا يسردنا
بل لا يكون إلا بامتهانه قرآن بموارد انجاه هنا ومما يتقرب به الساحر للشيطان ليتمكن في السحر دقامي هنا سويه دقمتن يوم دقمتن يمي سراو قلسد تنقاي هنا سويه دقامي هنا سويه سحرو اندي مچاچلت بتكبارو بروفيشنال اندي هون يتشاله درجه ላይ مدرس እንዲችል بل كذا አባል እንዲመደብ لا بد من امتهان القرآن وإلقاؤه ووضع الأذى والقاذورات عليه أو إلقاؤه في الخلاء أو غير ذلك والعياذ بالله من دون يسروا سرا قرآن ما وارد አለበት قرآن ما ورور አለበት والعياذ بالله قرآن ላይ ቆሻሻዎችና ነጃሳዎችና የመሳሰሉት አስቀያሚ ነገሮችን መቀባት የግድ ነው ቆሻሻ ላይ ወይም መጸዳጃ ቤት ቁርአን መወርወርና መጣል አለበት والعياذ بالله ይሄን ለመስራት እንግዲህ ወደ ሲህር ዓለም የሚሻገር ሰው ይሄን የሚተገብረው ምን ያክል የሚያስጠላ ምን ያክል የሚዘገንን ተግባር እንደሚሰራ እዩ ولهذا ስለዚህም كلما كان النبذ للقرآن أشد كان هذا أعظم تقربا مما يطلب السحر إلى الشيطان فهذا هو الوجه الأول إذن القرآن القفر قوبة توقطر عند سو قرآن بورورنا بوارد قطر للسحر الجيجي يقربه إياد دق درجة كشيطان قال له تسسرنا قرنيت بتام يتتناكرون يميتاو مكنياتهم شيطان يميفلقوا يهنسلوا هنا مالتنا ولتن يقتد قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان يمجمروا قرآن مورورنا بلنا ሁለተኛው ሸይጣንን መከተል ነው ወአትባዑ الشيطان እንደዚሁም ደግሞ የሸይጣን ተከታዮችን መከተል ነው اتباع الشيطان واتباع الشيطان ሸይጣንንና የሸይጣን ተከታዮችን መከተል ነው ለምንድነው ሰዎች ሸይጣንን የሸይጣንን ተከታዮች የሚከተሉበት ምክንያት ከተባለ እሱን ለመገዛትና ለሱ ለመዋረድ ነው وطاعة له من دون الله كالله وجه سلم التاززنا وهذا كفر بالله تبارك وتعالى بالله مكادنا هي مالتنا هي ولتنيا اقطاچاني مجمراو قرآንን መጣልነው ቁርአንን እርግፍ አድርጎ መተው ነው ቁርአንን ማዋረድ ነው ሁለተኛው ሸይጣንና የሸይጣን ግብረአበሮችን መከተልና ማምለክ ነው ሶስተኛው قوله تبارك وتعالى وما كفر سليمان الكادم ባሪያዬ ነብዬ سليمان الكادم على الله اذا من ያሳያል በትችት ጊዜ ነውና ይሄ ነገር አላህ የተቀሰው سليمان الكادم ካለ ነብዩላህ سليمان عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم ምን መሆኑን ያሳያል እነዚህ ድጋሚዎች እነዚህ يعني ጠንቋዮች ወይም ሸይጣኖች ሲህርን በማስተማራቸው ኩፍር ውስጥ እንደገቡ በግልጽ ያስረዳን ነው الوجه الرابع أردتني أقطع قول الله تبارك وتعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر بقلت كافروች መሆናቸውን አላህ በግልጽ አስቀመጠ ነገር ግን ሸይጣኖቹ ከፍረዋል ክደዋል ምክንያቱም ሰዎችን ድግምትን ስለሚያስተምሩ በማለት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በግልጽ አስቀመጠና ተናገረ لأن الساحر تلميذ للشياطين وخريجيهم لمدرستهم ومتتلمذ على يدهم فهذا الذي هو كفر كما هو منصوص الآية ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ساحر يا شيطان تمارينه يا شيطان مرهق ነው እሱ ጀላይ የተማረውና የተመረቀው ስለዚህ ካፊር ጀላይ የተመረቀ ኩፍርን ከእምነቱ ጋር አብሮ አቋሙን ከእምነቱ ጋር አብሮ የሚሰጥ ከሆነ ትምርቱን የሚያጎርሰውና የሚያልሰው ከሆነ ኢድን ኩፍርን ጠጥቶ ኩፍርን ተግቶ በኩፍር ጠግቦ ነው የሚወጣው ማለት ነው والعياذ بالله فالساحر كافر በዚህ የተነሳ ታዲያ ሳሂር ደጋሚ ካፊር ነው የሚሆነው ማለት ነው ካፊር ነው وتلميذ لهذه المدرسة الكفرية الذي يكفر تمهرت بيت ቀንደኛ ተማሪ ነው የሸይጣን ተማሪ ነው እሱ ጋር የተመረቀ ነው ስለዚህ ሸያጢን ካፊር ናቸው በግልጽ አላህ አስቀምጧል ይሄ አራተኛው አቅጣጫ ነው ካፊር ለመሆን አምስተኛው ማስረጃ እዚሁ አንቀጽ ላይ ራሱ قوله تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر هاروت وماروت الله سبحانه وتعالى በዚያርስት ላይ ለመፈተኛ ያላካቸው ሰዎች ለፈተና እዚህ ምድር ላይ የተላኩ ሰዎች ምንድነው የሚያደርጉት ሰዎችን በሚያስተምሩ ጊዜ እኛ ለፈተና ነው የተላክነውና እንዳትከፍር ይላሉ አይ بتعليمه فلا تكفر بتعلمه كفر سحر بممار اندات كفر ادرهن يلوتال فلا تكفر بتعلم السحر فهذا الوجه الخامس في دلاله هذا السياق على كفر الساحر ساحر كافر لمهون زي بوتالا امستኛው ማስረጃ የሚሆነው ምንድነው እነዚህ ድግምትን አስተማሪዎች ራሳቸው እንዳት ከፍር ብለው ከወዲሁ ያስጠነቅቁታል ኩፍር መሆኑን ስለሚያውቁ ማለት ነው الوجه الخامس
እንደዚሁ ምንድነው قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق برقتم موقوال إلى الله عز وجل من أنه يأوكد أنه لمن اشتراه أي لمن تعلمه جنزب كفله أمنة مسوات النت كفلو سيابقى يهن دقمت يتمارسوا آخر علي من ما ينت الدن اندلله من ما ينت درشا اندلله يقالوا درشا لله من ما ينت الدن لله معنه يوم القيامة كافر نو من ما ينت رداتم وما للظالمين من أنصار إلى الله عز وجل من ولي ولا نصير رداتم يهون دقا في الله توم كافروت اندزان يهون نسأل الله السلامة والنجاة سبات تنيو قوله تبارك وتعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون عندهم الناس بيامنوا الله بفروا نوره لمثوبة من عند الله زند የሚያገኙት ምንዳ እነሱ ይሰሩት ከነበረው ስራ የተሻለና የተለየ መሆኑን ያውቁ ነበር ነው ኢዘን ولو أنهم آمنوا سيل እንዳላመኑ በግልጽ የሚያስረዳና የሚያሳይ ነው ማለት ነው إذن ساحر بزي አይነት መልኩ በቁርአን ግልጽ ማስረጃ ካፊር ነው ማለት ነው ይሄም ሆኖ እያለ ግን የሚያሳዝነው فترى خلقا كثيرا من الضلال يدخلون في السحر ብዙ ሰዎች سحر ላይ ተዘፍቀው ሲወድቁ ታገኛለህ نسأل الله السلامة والنجاة حرام ترى حرام ነው የሚመስላቸው كفر مهونون آكم كفر مهونون يردم ستتشجر لج سياتا ستاتا هيرو يستنقلال كأن سوغا ستالا هيرو يستنقلال كأن هيرو دقمت يسرال كبابا ستالا دقمت تسرال كمشتوغا ستالا دقمت يسرال بنقد زرف كأن غاندنيوغا ستالا نقد يسرال يعني هيرو سحر يسرال دقمت يسرال يا الله أين الإيمان أين العقيدة أمنتي تالا عقيدة يتني الله كفر نويه بقلص الله سبحانه وتعالى ነው በአላህ አንደበት ኩፍር መሆኑ የተነገረው ድግምት ማለት ነው እስልምናን ሃይማኖትን ማሰናበት ነው ጠፊ ለሆነው ዱንያ ሲባል ዘላለማዊን ዓለም እናጣለን ዘላለማዊ ጀነትን እናጣለን የአላህን سبحانه وتعالى ፊት እናጣለን በጣም የሚያሳዝን ነው وفي عقد المرء عن زوجته وهو سحر አንዳንዱ ደግሞ በሚስቱ ጉዳይ ላይ ወይም ይወዳት የሆነ ሴት ይወድና መስተፋቅር የሚባለው ነው ሴት ይወድና አልወድህም ስትለው ሄዶ መስተፋቅር ያሰራል መስተፋቅር ኩፍር ነው መስተፋቅር ሽርክ ነው በአላህ عز وجل ላይ ማጋራት ነው حلال በሆነ መንገድ እንጂ ፍቅርን መመስረት አይቻልም خلاص ካልወደደችህ ተዋት ያ አብደላህ ካልወደደች ተይው خلاص እሱም ህይወቱን ይኖር አንቺም ህይወትሽን ኑሪ እሷም ህይወቷን ትኑር ለምንድነው በግድ በስህር በኩፍር በሸይጣን አታለን ስናበቃ ህይወታችንን ምንመራ ምን አይነት ህይወት ነው የሚመራው ለጊዜያዊ ስሜትና ጥቅም ሲባል አኺራችንን መሸጣችን እጅግ የሚያሳዝን ነገር ነው የሚሆነው ስለዚህ ከትላልቅ ወንጀሎች አልፎ ተርፎም ከእስልምና ከሚያስወጡ ወንጀሎች መካከል አንዱ ሲህር ነው ማለት ነው የሳህር እርምጃው ምንድነው ግድያ ነው ለምን ምክንያቱም ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala لانه كفر بالله بالله يكاد ስለሆነ ክህደት ነው ኩፍር ነው የሰራው ካፊር ደግሞ ካመነ በኋላ ወደ ኩፍር የገባ ይገደላል ሰዎችንም ያጠፋም አጥፊ ስለሆነ የሱ በቂ እርምጃው መገደል ብቻ ነው የሚሆነው او ضارع الكفر ويم ككفر ጋር የሚመሳሰል ተግባር ነው የሰራው قال النبي صلى الله عليه واله وسلم رسول صحيح በሆነ ሐዲስ ለምን ብለዋል اجتنبوا السبع الموبقات ሰባት አጥፊ ወንጀሎችን ተጠንቀቁ አሉ ዱንያ አኺራን የሚያጠፉ ለአደጋ የሚያጋልጡ ማለት ነው የተወሰኑት ከእስልምና የሚያስወጡ ናቸው የተወሰኑት ግን ከፍተኛ ወንጀል ናቸው እነዚህን ራቁ ካሉ በኋላ يتكست من دناندون سلا سحرنا إذن فليتق العبد ربه ولا يدخل فيما يخسر به الدنيا والآخرة من يوم من الله اللي فرع يقبل بزي أرسلنا بزي قد دايله آخرنا دنياون هلتنم ألم ياسات أو تكبر لا مقبات يلبتم بتجس نقروتشن ما سلف ينربتنا ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حد الساحر ضربه بالسيف والصحيح أنه من قول جندب رضي الله عنه وارضاه يستلف حديث لي من دنميلو يساحر ويميرغامي ارمجاو بسيف انقتم مقرات بتشانو وكذلك بجال بن عبده رضي الله عنه من الآن أتانا كتاب عمر رضي الله عنه قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر وساحرة علماء يعني صحابه كله تسمى مبت بقارة عند أن أقام يوصلوا بيت نقرنا من ما ينخلاف إلى اللبتنا ساحر بسلامة قدلوا من دون ميلو بجاله بن عبده
عمر بن الخطاب رضي الله عنه دبدابي لاكلن كعمر دبدابي درسل من يميل كما موتو كان دامت بفيت كما موتو كان دامت بفيت دبدابي درسل من يميل دقامي وند الناس يتن اندال قدلو يميل من مريع السلالفون النبر إلى. وكذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يدخلون الجنة مدمن خمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر رواه أحمد في مسنده. 3 አይነት ተግባርን የሚሰሩ ሰዎች ጀነትን ፍጹም አይገቡም አለ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። مدمن الخمر خمر አስካሪ መጠጥን በቋሚነት የሚጠጣ ምንም ሳያቋርጥ እንደ ሐላል ቆጥሮ ሲያበቃ ሁሉ ጊዜ የሚጋት خمر ውስጥ የሚገቡ እነ ሐሺሽ ሺሻ እና የመሳሰሉት ተመሳሳይ ጫትና የመሳሰሉት እዚህ ተመሳሳይ ሁክም ላይ የሚገባሉ ተመሳሳይ ባህሪና ተመሳሳይ ውሳኔ ያላቸው እዚህ ውስጥ ይገባሉ እነዚህ አሉ وقاطع رحم ዝምድናን ቆራጭና ومصدق بالسحر سحرا የሚያምን ሰው እነዚህ ጀነት አይገቡም ነው. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الرقى والتمائم والتولة شرك رواه أحمد وأبو داود. بزي حديث لاي نبي عليه الصلاة والسلام عند تناقرت عبد الله بن مسعود من إلال رقى منفساوي يشرك حكمنا مالتنا منفساوي بقرآننا بحديث لا يتمسرت سايهول يدقمت بسحر بكفر يتمسرت حكمنا والتمائم هرز والتولا مستفاكر النزي صوستو تكباراتوች شرك ናቸው المصطفى صلى الله عليه واله وسلم بالله لا ማጋራት ነው ከአላህ ጋር መጋፋት ነው የአላህን ስልጣን መጋፋት መሞከር ነው ከአላህ ውጪ ሌላ ለማምለክ ትግልና ጥረት ማድረግ ነው ማምለክም ጭምር ነውና በጣም የከፋ ወንጀል ሆኗል واعلم ان كثيرا من الكبائر بل عامتها الا الاقل በአብዛኛው كبائر الذنوب ትላልቅ የሚባሉ ወንጀሎች أنا تنش سكر يجهل خلق كثير من الأمة تحريمه بركات سو حرام النتون عاكم كبائر الذنوب لزينه هي رئيس مننا هي رئيس عن ستة لما استمر من مكربت ما استوى من مكربت وأنه نجري هنا كبائر الذنوب بزو كبائر تلالك وانجلوش تبلو بقرآننا بحديث يتكسوتن بزو سو يسرى لا يسرى مقارن اما توسو በጣም በርካታ ነው ወንጀል መሆኑን ራሱ ወንጀል መሆኑን ቢያቅም ራሱ እንደ ትናንሽ ወንጀል አድርጎ የሚቆጥራቸው ስንትና ስንት ሰው ነው ነገር ግን ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም الموبقات ነው ያሉት አጥፊዎች ዱንያን የሚያጠፉ ህይወትን የሚያበላሹ አንዳንዶቹ በተለይ አኺራን ጭራሽ የሚያበላሹ አሉ ወይም አኺራ ላይ አደጋ ላይ የሚጥሉ ለቅጣት የሚጋብዙና የሚዳርጉ ወንጀሎች ናቸው وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد بزو سو زاتشام يهون ما استنقق على الرسول فهذا الضرب فيهم تفصيل اذا يزينه سو من اين هنا فينبغي للعالم الا يستعجل على الجاهل هي مون ያለበት ምንድነው ዕውቀት ያለው ሰው የማያውቁ ሰዎች ላይ መቸኮል የለበትም መጀመሪያ ማስረዳት አለብን ዑለማዎች ዱዓቶች ኃላፊነት አለብን ሰዎችን በወንጀል ላይ ሽሩሩ ማለት ሳይሆን حرامነቱን በሐራምነት ገልጸን الله فيت يالن تطياقيነት ኃላፊነት ማውረድ መቻል አለበት حرامነት حرام ነገር ከነካሁበት ቅር ይለዋል በአካባቢው እምነት አልገባምና በአካባቢው ችግር አልገባምና ወንጀል ቢሆን ማዕሲያ لله ورسوله ቢሆንም እንኳን አያገባኝም ብለን እጃችን አጣምረን ቁጭ ምንል ከሆነ ምን እንዳይ ሆነ ህዝቡን ያታለን ነው የሸነገል ነው እንጂ እውነት ወደ እውነት ያመጣ ነው አይደለም አላህ ፊት ምን እንጠየቅበት ጊዜ ቅርብ ነው የሚሆነው ነስ አላህ ሰላመተ ወነጃት إذن قل بل يرفق به ويعلمه مما علمه الله عالم داعي طالب العلم درشا من دنه سوت شلاي في الثاني النافرد كمستت بفيت بيتين يوم أقطعنا بيتين يوم ملكو كسبلو برغاتا ሁኔታውን አይቶ በርጋታ ማስተማር አለበት በርጋታ ማስተማር አለበት ስንል ደግሞ ሐቁን ሸፋፍ ነው ደባብቆ እናንተ ልክላችሁ እናንተ ምንም አይነት ወንጀል የለባችሁም እናንተ ንጹህ ናችሁ ብሎ አስቦ ወይ ማሳመናችሁ አይደለም ሆነ ያለበት በሂደት ولا سيما اذا كان قريب العهد بجاهليه قد نشأ في بلاد الكفر البعيده እና በተለይ በቅርብ ወደ እስልምና ከገባ ወይም ኩፍርና ሽርክ ያለበት አካባቢ ላይ ያደገ ሰው በሂደት እሱን ማስተማርና መለወጥ የግድ ነው የሚጠበቅብን ማለት ነው እና እያንዳንዳችን የዚህን ኃላፊነት ተሸክመናል ይሄ ኃላፊነት ጫንቃችን ላይ አለ ሲህርን ማጋለጥ የሲህር አይነቶች ብዙ ናቸው ተበራክተዋል ሙስሊም ነኝ የሚለው ሰው ወይ ሙስሊሙ ማህበረሰብ እየጎረፈ ወደ ሲህር ቦታ የሚሄድበት አጋጣሚ ቀላል አይደለም እንትና እንዲህ ሰርቶኛል ምን ይሻለኛል እንትና እንዲህ አድርገኛለች አንዳንዴ እንኳን ሩቃ ቤቶች ተመቶ ሲቀራ ቁርአን
ይለፈልፋል እገሊት ምትባል ናት ሲሕር አደረገችብኝ እገሌ የሚባለው ዲን አለ የሚባለው ሰውዬ ሲሕር አደረገብኝ ይባላል ሱብሃንአላህ نسأل الله السلامة والنجاة من دنو يهي زي أنا تيوت مبلاشات سحر دقمت تنقاي بيت مهيد وانجل بتشا ترى وانجل لله كاسلمنا يمياس وطا وانجل نو አባቶቼ እናቶቼ ወንድምህቶቼ ይሄን ልብ ልል ይገባል እስልምናችን ትልቅ አንጡራ ሀብታችን ነው ጀነት የሚያስገባን ትልቅ መንገድ ነው ይሄን ካጣን ኢማናችንና እስልምናችንን ካጣን ዛሬ ጠንቋዩ አይደለም ለአኺራ ለዱንያ ራሱ አይጠቅመንም ከአንድ ቀን ከሁለት ቀን በኋላ ዞር ብሎ አያየንም የሆነ ነገር ካልሰጠነው ምንም አያደርግልንም ሁሉንም ያደርግልን ጌታ ይያለ ምንም ሳይጠይቀን ምንም ነገር ሳናደርግ ምንም ነገር ሳንከፍል እጃችንን ዘርግተን ብቻ ስንማጸነው የሚደርስልን ጌታ ይያለ ለምንድነው ወደ ሌላ ምን ሄደው ለምንድነው እምነታችንን እንሸጠው ይሄን ልንገነዘብና ልንረዳ ይገባናል أسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين وأسأله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن إنه نعم المولى ونعم النصير وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته